السلام عليكم اعزائي التتشاوي الجمال، رجعت لكم بحلقه جديده مع برنامج الكوره مع التتشاوي. بس قبل ما نبدا ما تنساش توحد الله وتصلي على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين، وتعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. ويلا نبدا يا تتشاويه. هنبدا بماتش نبدا الفيديو بتاعنا بماتش مباراه الزمالك وبتروجيت اللي خلصت بتعادل ايجابي 1-1. بس قبل ما نبدا في الماتش انا بس اقول الف سلامه لكابتن محمود الخطيب، وربنا يشفيه ويرجع للنادي الاهلي سليما. هو قال لك انا هاخد اجازه عشان الفحوصات، اعمل فحوصات على نفسي عشان المرض اللي عندي، وبعد ما باذن الله اخف هيرجع الاهلي تاني وهياخد مكانه من جديد، وباذن الله يرجع سليم، لانه اللي عمله مع النادي الاهلي حاجه تذكر له بصراحه. فنبدا المباراه بنادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده كان عامل مباراه يعني انا شايف اللي المباراه اللي فاتت ديت اللي هي بتاعت بتروجيت تختلف عن المباراه اللي قبليها. تختلف في ايه؟ المباراه اللي قبليها انت ما شطتش ولا هجمه على الجول، لا المره دي انت قدرت تمسك كوره، كان فيه هجوم حتى لو كان سيء، مش احسن حاجه لنادي الزمالك، بس تتحسب لك اللي كان فيه هجوم، وده انا شفته بعينيا. وكمان النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها نقطه زيزو. حاليا زيزو لو مش فايق فالزمالك ما بيقدرش يجيب اجوان، وده اللي كلنا شايفينه. فانت اعتمدت حرفيا كل هجومك على لاعب واحد، وده غلط. ده غلط. ان طب انت زيزو دلوقتي بقاله فتره الاداء بتاعه متذبذب فيه، لان ازمه التجديد والحاجات ديت عامله خايله. فحاليا انت بنيت كل هجومك على لاعب واحد بس. لو هو مركز بيجيب اجوان، لو هو مش مركز مفيش اهداف. فده حاجه مش صح نهائيا. وكمان شفنا ماتش النهارده الشوط الاول كامل تحس ان في نقص في الهجوم، في حاجه غلط في الهجوم. الكره ما بتوصل للهجوم بتحس ان سيف الجزيري لوحده، تحس ان سيف الجزيري انتم حاطينه في الصحراء وتايه، هو مش عارف هو بيعمل ايه. وده حاجه كانت باينه قوي، الاجنحه مش موجودين، سيف الجزيري تحس ان هو تايه مش موجود. فلا النهارده كان الزمالك كان لازم بين الشوطين يعمل تبديلات، ايا كان بقى ينزل ناصر ماهر، ناصر منسي، ينزل حسام اشرف، ينزل احمد الجفالي لسه جاي جديد. المهم يبقى في مهاجم تاني او جناح يقدر يخش للعمق مع سيف الجزيري، لان سيف الجزيري ما كانش موجود. فلا كان لازم يبقى في حاجه النهارده، او لاعب يقدر يخش في العمق زي مثلا مصطفى شلبي كان بيقدر يعمل. ما كانش بيعملها بكفاءه عاليه، بس كان بيقدر اللي هو يخش في العمق ويقدر يسجل. النهارده اللاعب مش فاكر كان محمد عاطف او احمد عاطف اللي كان بيلعب على مكان مصطفى شلبي، ما كانش موجود نهائيا. كان واقف على الخط طول ال 90 دقيقه، ما كانش بيخش العمق ولا كان بيلم لجوه ولا كان بيعمل حاجات من دي. فده كان مضاعف الزمالك بدرجه كبيره قوي. فانت النهارده لو كان عندك جناح مكان مصطفى شلبي بيقدر يخش العمق كان هتفرق معاك جامد جدا. وزيزو كمان النهارده ما كانش مركز خالص. يعني شيشو حق زيزو ما كان بيخش العمق، جات له كذا كوره، وجات له كوره قدام الجون عرضيه من محمود بن تايج. دي كانت جون صريح 100%. يعني لو زيزو في حالته لو اديت له ايه من الكور دي هيجيبها، مش هيضيعها. بس النهارده ضيعها لان هو مش مركز في الماتش، هو مش مركز. هو ال الاجواء بتاعته مش كويسه، فما عندوش التركيز الكافي اللي هو يقدر يدي جهد في المباراه. فده كان غلطات كتيره في نادي الزمالك النهارده. هتقول لي المدرب يشيل منها، لا اقول لك المدرب ملوش ذنب. المدرب حاطط تشكيله ان هو اول مباراه ليه، هو ما كانش تمرينتين بس مع اللعيبه، فهو اصلا لسه ما يعرفش اغلبيه اللعيبه اسمها ايه. فتقول لي هيبقى حافظ ادائهم في الملعب؟ فهو ما لحقش. فدي مش غلطه مدرب، دي غلطه لعيبه. وانا اهو بقول لك الزمالك النهارده جات له كذا كوره للتهديف، بس هم اللي ما قدروش يستغلوها صح. فده مش عيب مدرب، المدرب مش هينزل يحط كور زي ديت. يعني كوره بتاعت زيزو دي مش مطالب منه اللي هو ينزل يحطها، لا. والكوره الثانيه اللي جات له اللي هو حطها جنب العارضه دي برده مش مطالب ان المدرب ينزل يحطها، لا. هو حاطط تشكيله، والتشكيله بالنسبه لي انا ما كانتش اسوء حاجه. وكمان انت لازم تكون ملاحظ اللي فيه كذا حد مش موجودين، في كذا واحد يعني زي ناصر ماهر، زي مصطفى شلبي، زي محمد شحاته، وغيره. ففي لعيبه كتيره مش موجوده النهارده في المباراه. ودي من القوام الاساسي بتاع نادي الزمالك، فدي كانت مؤثر جدا على المباراه النهارده، على القوام بتاع نادي الزمالك. فدي حاجات كلها لازم تحسبها قبل ما تتكلم اذا كان المدرب ولا مش المدرب. وبعدين المدرب ما تقدرش تقيمه من اول مباراه، انت لسه بدري قوي على ما تبقى تقيم بسيره. لسه انت على الاقل خالص اديله نص الموسم ده وتشوف هو هيعمل ايه مع النادي. انما كم ماتش وتشيله وتجيب واحد تاني والحكايه بتاعت الزمالك دي مش هتنفع. انت دلوقتي انت فريق بتنافس، فانت لو دنيتك تشيل في مدرب وتجيب مدرب، تشيل مدرب وتجيب مدرب، المدرب مش هيقدر يخش في الجيم، فانت مش هتاخد منه اداء.
فانت سيبه، انا من وجهه نظري لازم بسيره يتساب لاخر الموسم وتشوفوا احصائياته مع نادي الزمالك عامله ازاي، وبعد كده تحكموا تشوفوا هل بعد اللي هو عمله ده نمشيه ولا نسيبه. فاهمني؟ فده اللي المفروض يحصل مع نادي الزمالك حاليا. نروح لنادي الاهلي. نادي الاهلي اللي عمل وليمه كرويه دسمه جدا النهارده، وهو الفوز على نادي الاسماعيلي بالاربعه. يعني انا كنت شايف اللي لعيبه نادي الاسماعيلي في اخر الشوط تقول لك كفايه ارحمونا ابوس رجليكم، كفايه كده علينا قوي، اربعه ده كتير قوي. حرفيا النهارده الاهلي كان بيمشي الجيم على مزاجه، يعلى بالريتم يوطى بالريتم، هو اللي ماسك المباراه من اولها، من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. فبجد الاسماعيلي بالنسبه للاهلي فريق على قده نهائيا خالص. يعني ده اللي كان واضح قوي، الفرق ما بين اللعيبه جامد قوي. الكواليتي بتاع الاهلي غير الكواليتي بتاع الاسماعيلي نهائيا، في فرق شاسع ما بينهم. فالنهارده الاسماعيلي يعني كان ضحيه كبيره قوي قدام النادي الاهلي، تحس ان هو كانش ولا حول له ولا قوه ولا اي حاجه. فلا النهارده الاسماعيلي كان بيجعر النهارده من الماتش، بيقول لك كفايه كفايه، هتعملوا فينا ايه اكتر من كده؟ أربعة مع الرحمة. على فكرة الأهلي لو كان مركز واللعيبة لو كانت مركزة كانت تقدر تخلي النتيجة دي أكتر وأضعاف النتيجة دي. يعني الماتش ده كان ممكن يخلص 6 7 8 وأكتر كمان. فيعني الكرة بتاعت إمام عاشور اللي ضاعت وكذا كرة تانية ضاعت وجراديشيار لا، فكان الماتش ده كان ممكن يخلص بنتيجة أكتر من كده، كان يخلص بسكور أعلى من كده. فده الحمد لله جدا السكور ده هو ده الماتش اللي خلص بيه، عشان الاسماعيلي برضو حرام فريق زي ده يتهان. يعني الاسماعيلي تاريخ كبير، فلا 4-0 لا كتير قوي. وبعدين النهارده لا، فرق القدرات عاليه قوي. حرفيا الاهلي النهارده كان بيلعب ماتش جيم عالمي، بيعمل كل حاجه هو عايزها. محمد عبد الله النهارده سيبك من الشوط الاول اللي كان كل كره يلمسها يقع، لا عمل شوط تاني جامد جدا. الحكم كان في غلطات من الحكم النهارده، امين عمر بصراحه وكانت باينه. الارضيه ما كانتش جيده، كانت في لعيبه كتير عماله تقع. جراديشار بسم الله ما شاء الله عليه، لاعب عالمي 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 بجد، لاعب كواليتي عالي جدا جدا جدا. وشفنا النهارده في المباراه بجد لا شغل عالي، ينزل ويستلم ويبني هجمه واللعيبه بدات تفهمه. لا فبجد لا مهاجم من طراز فريد جامد قوي. فلا عاش جراتشيار، مباراه جامده جدا. وكمان النهارده بنشهد الهدف الاول لمروان عطيه مع النادي الاهلي. فبجد لا يعني يا رب بقى تكمل على كده، جول من ضربه جزاء، وباذن الله دي تفتح له الشهيه بتاعته التهديفيه ونشوف اهداف اكتر من كده. احمد رضا اللي عمل باصه وكان عامل مباراه جامده جدا، وبالذات الباصه بتاعته لامام في الدقيقه 77، بجد باصه رائعه، باصه وهو مد ظهره لامام عاشور. لا بجد باصه عاليه قوي قوي قوي، بتبين لك ان انت هتبقى على موعد مع لاعب جامد جدا. وشفنا مروان عطيه يسجل، امام عاشور يسجل، حسين يسجل من اسيست امام عاشور، احمد رضا اللي جاب جون حلو قوي من امام من اسيست محمد عبد الله. فلا شغل عالي قوي بصراحه، يعني بجد لا عاش قوي. النادي الاهلي النهارده عمل مباراه كبيره جدا، واحمد رضا لاعب عالي قوي، وشفناه النهارده بيسجل في اول مباراه اساسيه له مع النادي الاهلي. هو لعب الماتش اللي فات بديل، والماتش ده بيلعب اساسي ويقدر اللي هو يسجل هدف. فلا هو بيكافئ كولر، بيقول له انت زي ما شاركتني او من اول المباراه انا هكافئك واديك هدف. وده بجد اللي كنا عايزينه من احمد رضا، دخل في الجيم سريعا، لاعب جامد، لاعب بقدرات عاليه قوي وهيفيد النادي الاهلي جامد جدا. امام عاشور بقى، ده لازم نروح لامام عاشور، ما ينفعش نقفل الفيديو من غير ما ندي لامام عاشور حقه. امام عاشور اللي بقى في احسن فورمه في مصر، من وجهه نظري امام عاشور هو حاليا احسن فورمه في مصر كلها. احسن لاعب حاليا هو امام عاشور. امام عاشور اللي بيعمل حاجات بالكوره مش طبيعيه، عنده تحكم في الكوره. النهارده الهدف اللي هو جابه، الهدف بتاعه الثاني، لا بجد هدف حلو قوي. هدف اللي انت تاخد الكوره بعيد عن الايد الجون ورجله والزحمه اللي كانت موجوده وتحطها في سقف الجون، جت في العارضه ودخلت، بس الفكره نفسها جامده قوي، اللي انت ما تحطهاش في نص الجون او تحطها في الارضي عشان اي حد يروح شايطها، لا هو حطها فوق عشان تبقى بعيده جدا عن كل اللعيبه وحارس المرمى وكله ما يقدرش يعمل لها حاجه. فبجد فكره جامده قوي من امام عاشور. وكمان احمد رضا اللي حط الكوره بصراحه جامده قوي، هو الحارس كان قريب منه اللي هو يجيبها بس دخل الجون حلو جدا. والنهارده جت زي ما بقول لك وليمه دسمه جامده اتعملت على نادي الاسماعيلي، ما تتقالش غير كده، وليمه حرفيا. الاسماعيلي النهارده اتهرس.
اكتساح للنادي الاهلي على الاسماعيلي. وكده دي اخر بروفه قبل الكلاسيكو المصري الاهلي والزمالك. توقعاتكم المباراه في الكومنت، مستني توقعاتكم كلها ومستني ردكم. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتوحد الله وتصلي على التحدي بتاعنا 1000 متابعه من نهايه السنه، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد من اول باول. وسلام.